أغنية اتنقلت من جيل لجيل وكلنا غنيناها وإحنا صغيرين، ولكن من غير ما نفهم معناها. حادي بادي سيدي محمد البغدادي شال وحطه كله على دي. بس يا ترى مين هو محمد البغدادي؟ سيدي محمد البغدادي ما هوش شخصية من وحي خيال الأطفال، ولا شخصية اخترعناها علشان تساعدنا نختار وإحنا حيرانين، إنما شخصية حقيقية وطنية. عالم وفقيه معروف بصلاحه وبزهده في الدنيا، اتولد وتربى في العراق ثم انتقل إلى المدينة المنورة لفترة من حياته، ثم إلى القاهرة عام 1914. المصريين حبوه كتير، مش بس لأنه كان شخص صالح وفقيه، ولكن لأنه كمان كان بيناهض الاحتلال الإنجليزي. ودروسه الدينية كان بيديها هنا في مسجد بيبرس الجاشنكيري في حي الجمالية. ويقال إنه توفى عام 1940 أثناء ما كان بيدي درس داخل المسجد، وتم دفنه في تراب باب الوزير. المسجد ده اتبنى عام 1309، واللي بناه السلطان بيبرس الجاشنكيري، وبنى معاه ضريح بقبة علشان لما يموت يدفن فيه. وفي عهد جمال عبد الناصر كان في عملية إنشاء طرق بجوار مدفن سيدي بغدادي، فتم إصدار قرار إن يتم نقل جثمان سيدي البغدادي ليتم دفنه هنا في الضريح الملحق بالمسجد اللي اعتاد يدي دروس فيه. وبكده عرفتوا قصة سيدي محمد البغدادي. في كل مرة تغنوا حادي بادي ابقوا قولوا له الفتحة.